إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا متنصر مغربي يدعى سيستم يريد أن يدلي باختباره حسب تعبيرهم، فلنصغي إلى قصة تضبعه وتنصره من البداية. ضيفنا المتنصر، احكي لنا أولا شحال في العمر ديالك والمستوى الثقافي ديالك وقصة التنصر. تفضل، معك اللاقط. شكرا أخي العزيز. أنا يا أخي أولا غادي نعطيك واحد الصورة علي أنا كشخص. أنا راه السن ديالي فوق 45 سنة. كما قلت، كانت الثقافة ديالي ثقافتي تميل إلى اللغة الفرنسية والكتب الفرنسية، هما اللي كنت كنقرأ، والكتب المترجمة إلى اللغة الفرنسية، ولكن أكره العرب. وفي القرآن كنت أجد صعوبة كبيرة، لأن كنجيب صعوبة كبيرة في الفهم ديالو، لأن فيه الآيات أنا كنت صعوبة كبيرة ما كنفهموش. مثلا كنت كنقرأ كتاب باللغة الفرنسية كنمشي للديكسيونير كنعرف ديك الكلمة، كنعرف الجملة. الور القرآن ما عرفتش أنا كيفاش التركيبة ديالو. على أي كنت كل الفائدة كانت كتجيني من خارج من الإخوة عن طريق السمع، ولكن كتب الأحاديث لم أدرسها في حياتي. كنت كنسمع عن صحيح البخاري، صحيح مسلم وما إلى ذلك، ولكن ما عمرش كتاب حتى شفتو بعينيا. وفي أحد الليالي كنا في وليمة، واحد الوليمة وراء عيد الكبير ديال واحد السنة، وفقدت العقل. وليه بعدا كان عندك شي عقل باش تفقد العقل؟ زيد كمل زيد. وخرجت بدون علم كل الحاضرين، وسرت في الطريق وفي الليل بين الشوارع بدون معرفة أي اتجاه. أمر أمام باب بيتي ولم أعرفه، لولا أن أحد الجيران كلمني لما علمت أنني أمام باب بيتي. دخلت إلى غرفتي أشتم السماء والأرض، الشجر والحجر، فأهلي ظنوا أنه لمسني جن، فانقلبت حياتي إلى جحيم وألوان سياسية، وصرت ملحدا لا أؤمن إلا بما أنظره وما ألمسه، فصرت إنسانا عدائيا لا أخشى أحد ولا أخشى عواقب تصرفاتي، وصرت مدمن على الخمور لكي أخرج من اكتئابي. في النهار خمر ونوم في الليل. فعلا صرت إنسانا بدون عقل، بدون أفكار، بدون حياة. طيب، ومنين وصلت لهذه الدرجة ديال اللاوعي ولا تفكير؟ كيفاش حتى انتقلت للمسيحية؟ تفضل كمل لي القصة من الأول. في يوم من الأيام كنت أسير في المدينة في واحد الشارع، وكانت في ذاك الشارع كنيسة، فدفعني فضولي إلى الدخول إلى الكنيسة لطلب كتاب. ولما دخلت إلى باحة الكنيسة طلبت الأب وطلبت منه الكتاب. بلاتي، هنا سؤال مهم، يعني كيفاش انت داخل الكنيسة كتسقسي على كتاب؟ على أي كتاب؟ وشكون اللي يدلك على هذا الكتاب؟ هاك تفضل قول لنا. لأن أحد اليهود كان أصدقائي، وكنت قد طلبت منه الكتاب، وقال لي ابحث عن العهد القديم لأنه أحسن من العهد الجديد. فظننت أن العهد القديم هو الكتاب الذي كتب قديما وهو الصحيح، والعهد الجديد هو الكتاب الذي كتب حديثا وحرف. عجيب. ايوا، وغادي انت عند البابا كتطلب منه الانجيل المحرف، رغم ان اليهودي صاحبك قال لك راه الانجيل محرف، وغادي عند البابا كتطلب منه بعدا الانجيل المحرف. زيد كمل لينا، اش قال لك البابا؟ كنت أعرف أنه سميته لا بيبل، التوراة. اش جاب لا بيبل للتوراة؟ انت غير غادي في الظلام تايه كتدور على شي حاجة ما عرفهاش. زيد كمل لينا، اش قال لك البابا في الكنيسة؟ قال لي الأب في الكنيسة، وكنا نتكلم باللغة الفرنسية: اسمع، أنا حسب القوانين المبرومة بين الكنيسة وبلدك لا يمكن
لا يمكن لي أن أعطيك كتاب ولا حتى قبولك في كنيستي. فقلت له بقساوة: يا من يقال لك أبي، أنا أعرف أنكم كلكم شياطين ومحتالون ونصابون. أنا لا أريد كتابك، وإنما فضولي دفعني إلى طلبه. عجيب. طيب ولما كنت كتعرف أنهم شياطين ونصابون وغادي انت تطلب الهداية عند الشيطان؟ طيب كمل لينا، وبعد هذا اليوم اش وقع لك؟ ومن هذا اليوم صرت شخصا لا يؤمن بأي دين، صرت أؤمن بما هو في عقلي، تائها بدون اتجاه، قلبي مملوء كله كره وعداوة، كلامي كله شتم وفسق، لم يبقى في كياني إنسان نافع. حتى صرت أخيف أهلي في البيت، فبدأت أفكر في الانتحار لأعمل حد لحياتي، لأنني لو استمريت في العيش ارتكبت جريمة ودخلت إلى السجن، لأنني كانت صورة الأب في الكنيسة تراودني في كل حين، وشاهدت الأب زكريا فظننت أنه أحد الفقهاء المسلمين الذي قلب رداءه المسلم إلى رداء المسيحي. ثم شاهدت الأخ رشيد وعرفت أنه مغربي، فقلت إنه أحد الحراقة من الهجرة السرية التي تمكن من مقاومة أمواج المحيط، لكنه لم يتمكن من مواجهة أمواج المسيحية بسبب لقمة العيش. فعلا رشيد المنصر المغربي اللي خدام مع زكريا بوراس كمارت الحراقة اللي حرقوا المسيحية طمعا لا قناعة، ومن الذين لم يقاوموا أمواج التنصير. فعلا زيد كمل. كانت حياتي كلها مصيبة، أحكم على كل الأمور بسلبية، وتمكنت من خلال جلساتي في احتساء الخمر مع الأصدقاء، تمكنت من اقتناء كتاب، كان هذا الكتاب مترجم إلى اللغة العربية وعنوانه هو سلام مع الله. عجيب. إذن الكتاب حصلت عليه من صعاليك الضباع الذين كنت تحتسي معهم الخمر. عجيب. والكتاب اسمه سلام مع الله، مترجم إلى العربية، وفي السابق زعمت أنك لا تقرأ إلا الكتب المترجمة إلى الفرنسية بحكم الثقافة الفرنسية ديالك. عجيب التناقض. عاود كيف تمكنت من الحصول على هذا الكتاب مع شرذمة الصعاليك المضبعين؟ تفضل. وتمكنت من خلال جلساتي في احتساء الخمر مع الأصدقاء، تمكنت من اقتناء كتاب، كان هذا الكتاب مترجم إلى اللغة العربية وعنوانه هو سلام مع الله. قرأت هذا الكتاب وكان هو الدافع الذي دفعني لطلب الكتاب المقدس، ولما وصلني الكتاب المقدس بدأت في قراءته للبحث عن التحريف، ووجدت أن الكتاب ضخم فقراءته تتطلب سنين. طيب من الدراسة ديالو تحتاج إلى سنين، كيف غادي دير انت تميز الحق من الباطل وتعرف مواطن التحريف وانت بنفسك ما كتعرف لا حق لا باطل، وتالف انت في الظلمات وعاد مازال فيك الدوخه ديال السكره، كيف غادي دير تميز الحق من الباطل؟ المهم زيد كمل لينا زيد. وبدأت بدلا من الجلوس في المقاهي وأماكن احتساء الخمر إلى زيارة الإنترنت والاطلاع على المواقع المسيحية، وبدأت أداوم قراءة على الكتاب المقدس، وبدأت أكتشف ثقافة دينية جديدة. إياها المسكر، ثقافة دينية جديدة فعلا تعجب الصعاليك.
عجبتك الفلس ثقافة نشيد الإنشاد ياك؟ ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. إيه زيد كمل زيد. لا يمكن أن أعرف كيف صار هذا الأمر، ولكنه حقيقي. أنا لا أعلم كيف، ولكن هكذا صار الأمر. أنت لا تعلم كيف، ولكن هكذا صار الأمر. وطبيعي إذا كنت مسكر ولا كنت محشش، طبيعة الحال أمر عجيب عجيب عجيب. كمل. فعلا كان الأمر عجيب، وكانت مشكلتي الأكبر هي أنني كنت أؤمن بكل ما في الكتاب المقدس، ولكن العطرة عندي هي أنني لم أتمكن من قبول تجسد الله في الجسد، فهذه هي مشكلتي. أودي ماشي غير المشكلة ديالك، هذيك هي المشكلة العويصة اللي ما يتقبلهاش العقل. وانا ما كنفهمش كيفاش انسان يولي مسيحي وعقله ما قدرش يهضم هذه الخرافه هذه، سوى الا بان له شي حلم، الا بان له شي روزالينو مثلا في الاحلام يقرب له الاوهام. هذه مشكله، يعني التطبيع في الاحلام يعني لاستساغه الاوهام. المهم زيد كمل لنا، عندك شي احلام؟ وفي احد الليالي راودني حلم ان رجل كان بثياب بيضاء، وأنا كنت ممدد على فراشي، وكان رجل آخر واقف عند رأسي وآخر عند قدمي، وكنت عطشان أريد ماء. أودي هذيك ربما غير أحلام اليقظة من تأثير الخمر، يعني وجدت نفسك صريعا على الأرض وهزوك هذاك ربما فرملي لابس كسوة بيضاء، فهمني. أما العطش ربما من كثرة الإدمان على الأركول، راه بنادم خصو الماء باش يشرب كيقيسو العطش. المهم زيد كمل لينا، اش قال لك ذاك الراجل لابس كسوة طابلية بيضاء؟ فكلمني الرجل الذي هو بثياب بيضاء وقال لي: من هو الله؟ فقلت له: هو المسيح. فناولني إناء ماء فشربت، ولكن كانت قطرتان، كان الإناء مملوء بالماء ولكن قطرتان هما اللتان استطعت أن أشربهما، وكانت كافية لسد رمقي. أودي هادوك راهم التقطيرات ديال السيرو اللي دارهم لك الفرملي. المهم زيد كمل زيد. ففي الصباح عمدت نفسي بالماء، وكان الشاهد هو المسيح لا غير، لأن الجميع يعرف أن في البلاد لا يمكن أن تعمد نفسك. عجيب، المسيح كان شاهد وما عمدكش. أودي هذاك راه الفرملي، هذاك الفرملي اللي دار لك الفاصل من راسك. المهم زيد كمل زيد. وصرت أداوم على قراءة الكتاب المقدس وسماع البرامج ومتابعة الدروس، ولكن أكره العرب. وبعد 2 أو 3 أشهر راودني حلم آخر. جاءني رجل لا أعرف هل هو بثياب بيضاء أم لا، وقادني إلى مكان فيه كثير من الناس كلهم بثياب بيضاء، وقال لي: كلمهم. فكلمت جماعة منهم فكلموني بالعربية، فقلت له: هادو عرب أنا لا أريدهم. فقال لي: كلم الآخرين. فكلمت الآخرين فأجابوني باللغة الفرنسية التي أتكلم بها، فقلت له: هادو هم أحبابي. عجيب، البغض ديالك للعرب حتى في الأحلام وفي الأوهام. عجيب. ايوا الأحباب ديالك هما بني فرانكفون. عجيب، زيد كمل زيد. وأشكر الإخوة وأشد على أيدي الأب زكريا، وأشكر الأخ رشيد لأنهم رسل المسيح. أودي أشم رسل المسيح، أقول رسل الشيطان. أنت بنفسك راك قلت على رشيد المنصر كمارت الحراقة اللي حرقوا النصرانية طمعا لا قناعة، ممن لم يستطيعوا أن يقاوموا أمواج التنصير طمعا في لقمة العيش. زيد كمل. وهذه هي قصة اختباري، ولك المايك.